بتبدأ قصتنا بعامل بريد وهو بيخبط على بيت قديم ومتبهدل كده جوه غابة، لكنه محدش بيفتح، وفجأة كده بيسمع صوت غريب جاي من داخل سرداب تحت الأرض كأنه حد بيستغيث، فيقرر انه يفتح شباك السرداب ويشد في الشخص عشان يساعده، لكن معرفش، فقام عشان يجيب مساعدة من بره لكنه بيتشد جوه السرداب ويختفي. بتمر السنين ونروح لمجموعة طلاب داخل مدرسة، واللي بتقرر المدرسة تطلع رحلة في نفس الغابة اللي تم فيها الحادثة، وكانت شروط الرحلة انها معمولة للطلبة عشان يقضوا اسبوع كامل بدون موبايلات او اي وسيلة اتصال، علشان يعالجوا ادمانهم للسوشيال ميديا ويرجعوا اتصالاتهم الطبيعية ببعض كبشر من تاني. فبيقوموا المشرفين على سحب الموبايلات من كل الطلبة وتقسيمهم مجموعات، كل مجموعة هيروحوا في مهمة لوحدهم يستكشفوا الغابة، لكن كان في تنبيهات على الجميع من الحيوانات او حتى سكان الغابة او اي خطر ممكن يتعرضوا له خلال رحلتهم. بعدها بيقضوا ليلة جميلة في حفلة موسيقية على ضوء القمر في المخيم. على الناحية التانية بنروح لمشهد واحدة عجوزة بتشد جثة حيوان علشان ترميها داخل القبو، لكنها بتزحلق وتقع هي اللي جوه، فبيظهر يد كائن غريب ياخد المفاتيح وتتقتل الست العجوزة ويطلع الكائن ده على السلم. ونرجع للمخيم اللي بيكون فيه الكل بيستعدوا يبدأوا يومهم بعد ما تقسموا وكل واحد عرف مجموعته كويس. فبيحضر خادم من الكنيسة يقعد يدعي لهم علشان ربنا يحرسهم جوه المخيم ويبعد عنهم اي شر ممكن يتعرض لهم. إليزا هي القائدة للمجموعة رقم 4، بتاخد المجموعة بتاعتها المكونة من 5 شباب وبتحذرهم من التأخير وانهم يكونوا مترابطين وينطلقوا في رحلتهم لاستكشاف الغابة. بيبدأوا يتعرفوا على بعض وهم ماشيين، لكن تحصل مشادة خفيفة بين آخر 2، فبيوقع فيهم واحد التاني على الأرض، لكن القائدة بتروح وتعالجه. بيتفاجئ بعدها واحد منهم بجثة حيوان متقطعة بطريقة شرسة، فبينادي على بقية المجموعة، واللي ساعتها بتظهر يد غريبة ورا شجرة محدش بيلاحظها منهم غير زوشا، اللي اعتقدت ان دي تخيلات ومرضتش تقول لحد على اللي شافته. وابتدوا مع غروب الشمس ينصبوا خيم ويرصوا حطب بيولعوا نار علشان يتدفوا ويباتوا في المكان ده، لكن فجأة بتعدي حاجة غريبة جنبهم، فبيروحوا يشوفوا ايه ده، لكنه بيطلع ثعلب صغير مفيش منه خطر. الكل نام ما عدا 2 قعدوا سهرانين مش عارفين يناموا، وده لانهم كانوا معجبين ببعض، فصرحوا بمشاعرهم لبعض والحب ولع في الذرة يا مؤمن وعملوا علاقة ساعتها. بعدها البنت دخلت تنام وهو مسك موبايله اللي كان سرقه وعارف يخفيه، لكنه فجأة بيظهر كائن غريب على ضوء الموبايل يمسكه ويخلص عليه ويقعد يكسر في عظمه على الشجرة لغاية ما موته. بيصحوا تاني يوم وبيكتشفوا باختفاء دانيال من المجموعة، فبيدوروا عليه ويقلبوا الدنيا، لكن زوشا بتشوف اثار دم على الشجرة، فبيتفقوا يتقسموا المجموعتين، 2 يحرسوا المكان لغاية ما تجيلهم مساعدة من بقية المجموعات التانية، و2 مع القائدة يروحوا يدوروا على دانيال. قعدوا يندهوا عليه في كل مكان لكن بدون فايدة، لغاية ما وصلوا لبيت قديم داخل سور خشب، فقرروا يدخلوا ويستنجدوا باللي موجودين في المكان يمكن حد يساعدهم، لكنهم اكتشفوا كأنهم جوه بيت مهجور من سنين، وفجأة بيسمعوا صوت تخبيط جاي من تحتهم، فبيفتحوا الغطا الخشبي وينزلوا يشوفوا الصوت اللي سمعوه، واللي بيتفاجئوا بعظم كائنات مالية المكان وجثة دانيال صاحبهم موجودة وسطهم. وفي نفس اللحظة بيسمع يولك حد داخل البيت وجاي عليهم، فبيستخبوا كلهم تحت داخل السرداب، لكنه بيفتح عليهم الغطا الخشبي فمش بيلاقوا مخرج غير شباك صغير في نهاية السرداب بيكسروه ويهربوا. ال2 بيقدروا يطلعوا بالفعل ما عدا القائدة اللي بتحاول تجيب موبايل دانيال اللي بيرن قبل ما تطلع في محاولة انها تضرب الكائن الضخم اللي جاي عليها، لكن بتدفع حياتها ثمن المحاولة دي. بيجروا بسرعة زوشا ويولك بطريقة هستيرية على ال2 صحابهم اللي بيحرسوا الشنط علشان يبلغوهم اللي حصل، لكن بعد جري كتير حسوا انهم تاهوا في الغابة، ويولك قعد يبكتها انه حذرهم ما يروحوش هناك، لكن بتضربه بالقلم وتقول له استرجل، احنا لازم نلاقي مساعدة ونكمل لغاية ما نهرب وننقذ حياتنا. على الناحية التانية بيكون صحابهم قاعدين مستنيينهم يرجعوا، لكن الكائن الضخم يوصل لمكانهم ويقتل البنت وهم بيتكلموا، فبيشوف باتريك المنظر ده ويطلع يجري زي المجنون لغاية ما بيلاقي كنيسة يقرر يدخلها ويطلب من اي حد ينقذه. في الوقت ده بيكون زوشا ويولك وصلوا لمكان بيت قديم، فبيدخلوا يطلبوا النجدة من اي حد موجود جوه، واللي بيستقبلهم راجل عجوز فيحكوا له اللي حصل ويحاولوا يعرفوا سر المكان اللي هم موجودين فيه ده، لكنه فاجئهم بانه صادف نفس الكائنات في الغابة وتسببوا له في قطع رجله، ومن ساعتها وهو قاعد في الكهف ومش بيخرج، وحكى لهم القصة بالكامل وانهم 2 كائنات مش كائن واحد، وهم كانوا اطفال عاديين عايشين مع امهم في الغابة بيلعبوا زي بقية الاطفال، لغاية ما حصل انفجار لجسم غريب اخترق الغلاف الجوي، فراحوا المكان النفايات لقوا صخرة سودة غريبة مع بقايا الانفجار،
خدوها يلعبوا بيها وحطوها تحت السرير قبل ما يناموا، لكن فجأة طلع من الصخرة سائل اسود غريب. السائل ده دخل في جسمهم وحولهم لكائنات ملعونة. صحيت امهم تاني يوم الصبح، سمعت صوت غريب، قربت ناحية السرداب واكتشفت انهم بياكلوا في الكلب اللي كان بيحرس البيت، فترعبت جدا وقررت تحبسهم وتأكلهم وتشربهم وما تعرفش حد باللي حصل عشان محدش يقتلهم. وبعد ما خلص كلامه عرض عليهم يفضلوا معاه لان معاه سلاح ودي الطريقة الوحيدة لحمايتهم، لكن زوشا ويوليك رفضوا وقرروا يرجعوا البيت من تاني، ده عشان ياخدوا التليفون من جثة صاحبهم ويبلغوا الشرطة تنقذهم. في الوقت ده بيكون باتريك بيستنجد بالقسيس اللي جوه الكنيسة، فبيهديه ويطمنه انه هيبلغ الشرطة، لكنه يسمع صوت مكنة تقطيع الشجر شغالة بره. بيسيب باتريك ويروح يشوف مين اللي بره، لكنه يهجم عليه الراجل الضخم فجأة ويطلعه عصير من الناحية التانية. بيستخبى باتريك جوه دولاب الخشب وهو مرعوب على امل ان الكائن ده ما يشوفوش، لكنه بيتبع حاسة الشم القوية بتاعته ويخلص عليه. هنا زوشا ويوليك يكونوا وصلوا عند السرداب، لكن الراجل المتوحش كان جوه البيت ساعتها، فابتدوا يعملوا خطة ان يوليك يروح يخبط على الباب من بره علشان يخليه يخرج، وهي تنزل بسرعة تخطف الموبايل وتجري ويهربوا سوا مع بعض. راح فعلا يوليك علشان ينفذ اتفاقهم لغاية ما لفت انتباهه فعلا وطلع يشوف التخبيط ده جاي منين. نزلت زوشا بسرعة وهي بتدور على الموبايل، لكن فجأة بتشوف الكائن المتوحش ده قدامها. بتحاول بسرعة تهرب من الفتحة، لكن بعد فوات الأوان مسكها وهو معلقها زي الفرخة في ايديه وهيخلص عليها، لكن يوليك يظهر ويطعنه في ظهره، بيضربها على الأرض ويلتفت ليوليك يخلص عليه. صحيت زوشا بعد ما فاقت من الخبطة وهي لاقية نفسها متربطة في سلسلة حديد، ويوليك جنبها اللي كان لسه فيه الروح، فطلب منها تريحه وتكمل عليه، وفعلا قدرت تفك نفسها، لكن الغضب والرعب كان مليها من ناحية اللي شافته، فقررت تنتقم بدل ما تهرب. حاولت تطلع في هدوء على السلم ومسكت السيف اللي مرمي على الارض. بعد ما عرفت ان واحد فيهم نايم على السرير هجمت عليه وفضلت تطعنه بمنتهى الغل لغاية ما خلصت عليه. طلعت تجري زوشا في الغابة وهي وحيدة لغاية ما وصلت لعربية الشرطة وهي منهارة، فالظابط طمنها وخدها معاه في العربية علشان يخرجها بره الغابة، لكن في نص الطريق بتخبط العربية في حاجة ضخمة، فنزل الظابط علشان يشوف ايه اللي خبطهم، لكنه بيتفاجئ بالراجل المتوحش وهو بيقسمه نصين. اتحرك بعدها على العربية، لكن زوشا طلعت وركبت قدام علشان تهرب وهو لسه وراها بيحاول يلحقها. بالفعل قدرت تشغلها وتجري بالعربية في اخر لحظة، لكن قررت ترجع تاني عشان تدهسه بالعربية مرة واتنين وعشرة لغاية ما خلصت عليه. وهنا بينتهي الفيلم على مشهد اخير للمتوحشين وهم بيقوموا بعد موتهم، واللي بنفهم انهم غير قابلين للموت، وان القصة لسه ما خلصتش وشكلها كده ليها جزء تاني. تنساش في نهاية الفيلم تسيب لي رأيك في كومنت ولايك للفيديو واشتراك في القناة واتفرج على الفيديو ده هيعجبك.